لو ده أول فيديو تتفرج عليه في القناة، فإحنا في الكورس ده اتعلمنا وفهمنا يعني إيه مدين ويعني إيه داين. عرفنا إزاي بنكتب القيد المحاسبي. النهاردة عندنا الحلقة عبارة عن 10 أمثلة المفروض إن إحنا نحل أو نكتب القيود المحاسبية بتاعتهم. اتفقنا قبل كده إن إحنا قبل ما بنكتب أي قيد إحنا بنسأل نفسنا 3 أسئلة: مين اللي أخد، ومين اللي أعطى، والعملية نفسها العملية المالية كانت عبارة عن إيه. تمام، عشان نكتب البيان بتاعها. يبقى القيد عندي بيتكون من 3 حاجات: حساب مدين وحساب دائن وبيان. طيب أنا عايز يبقى معاك كشكول أو ورقة أو نوتة. بعد ما أقول المثال عايزك تحل المثال ده في الورقة بتاعتك وتستنى الحل بتاعي وتشوف حلك مظبوط ولا لأ. تكتب لي كمان في الكومنتات عدد الأمثلة اللي حلتها صح من 10 أمثلة. يلا بينا نبدأ. بسم الله. المثال الأول عندنا: اشترت الشركة أدوات مكتبية نقدا بمبلغ 1000 جنيه. يلا بينا نفكر مع بعض. العملية دي عبارة عن إيه؟ العملية دي عبارة عن شراء أدوات مكتبية. تمام، يبقى البيان عندي شراء أدوات مكتبية. طيب عايزين نحط الحساب المدين والحساب الدائن للقيد ده. طيب احنا بنفكر مين اللي أخد. مين اللي أخد هنا عندنا في المثال؟ هو اللي أخد هي الشركة هي اللي استنفعت بالأدوات المكتبية. طيب ينفع أقول من حساب الشركة على طول نحط بقى الجهة اللي استفادت دي من على طول؟ لا، احنا اتفقنا في الحلقات اللي فاتت ان احنا بنفصل الحساب. طيب يبقى طالما هنفصل الحساب يبقى لازم اقول الشركة استفادت بايه بالظبط. يبقى استفادت بالادوات المكتبية. يبقى هنا عندي الحساب المدين من حساب مصروف الادوات المكتبية. طيب الطرف الدائن، خلينا نفكر في المثال ونشوف مين اللي أعطى. مين اللي أعطى أو دفع الفلوس دي؟ هي برضو الشركة. طب ينفع أقول إلى حساب الشركة على طول؟ لا، ما ينفعش، لازم أفصل الحساب بتاعي. الشركة أعطت إيه بالظبط؟ أعطت فلوس. طيب الفلوس دي خرجت من إيه؟ من خزنتك ولا من البنك؟ طيب هنا المثال بيقولك ان الفلوس اتدفعت بشكل نقدي، يبقى الحساب الدائم بتاعي هيكون الى حساب الصندوق او الخزينة. تمام، يبقى القيد بتاعي هيكون بالشكل الاتي: من حساب مصروف ادوات مكتبية الى حساب الخزينة. والبيان بتاع القيد هو شراء ادوات مكتبية. خلينا نخش على المثال التاني: اشترت الشركة بضاعة على الحساب بمبلغ 10,000 جنيه. طيب مين الحساب المدين هنا؟ مين اللي أخد؟ الشركة. طيب الشركة أخدت إيه؟ أخدت بضاعة، والبضاعة دي بالنسبة لي عبارة عن مشتريات. يبقى الحساب المدين هيكون من حساب المشتريات. طبعا المسميات بتاعت الحسابات يعني المشتريات، المبيعات، الموردين، الكلام ده كله لسه هنقوله قدام، ولكن انا عايزك بس تفكر معايا في الطريقة اللي بتحل بيها القيد. يعني حتى لو انت ما كتبتش كلمة مشتريات، كتبتها استبدلتها بأي حاجة تانية، ما عنديش مشكلة. المهم ان انت تبقى فاهم ان الجزء بتاع المشتريات ده في الحساب المدين. قدام الحلقة الجاية او اللي بعدها ان شاء الله هنبدأ ان احنا نفصل بقى الحسابات دي ونشوف الألفاظ المحاسبية المتعارف عليها وسط المحاسبين. طيب يبقى هنا اتفقنا الحساب المدين من حساب المشتريات. طيب مين اللي أعطى؟ هنلاقي ان المورد هو اللي اعطى البضاعة دي، يبقى هنقول الى حساب الموردين. تمام، يبقى الطرف الداين عندي هو المورد. طيب البيان بتاعي عبارة عن ايه؟ والله البيان بتاعي هيكون عبارة عن شراء بضاعة بالآجل او شراء مشتريات بالآجل. تمام، نخش على المثال الثالث: سددت الشركة جزء من مديونيتها للموردين نقدا بمبلغ 4000 جنيه. طيب مين اللي أخد؟ اللي أخد هنا أو اللي استفاد هو المورد، لأن هو اللي أخد الفلوس. يبقى الموردين هتكون في الطرف المدين، يبقى من حساب الموردين. طيب مين اللي أعطى؟ الشركة، يبقى هنقول إلى حساب الشركة. ولكن احنا اتفقنا مش بنقول الى حساب الشركة على طول، باخد التفصيلة بتاعة العملية. الشركة دفعت الفلوس دي من ايه؟ طيب دفعتها نقدا ولا بشيك؟ دفعتها نقدا، يبقى الحساب الداين عندي هيكون الى حساب الخزينة. طيب هل القيد بتاعي كده خلاص؟ لا، عندي تالت حاجة بعملها هي البيان. لازم اوضح العملية دي كانت عبارة عن ايه. يبقى البيان بتاعي هو عبارة عن سداد دفعة من حساب المورد مثلا. تمام، هي مش قواعد عامة، يعني البيان مش شرط يكون حاجة بتتحفظ، ولكن انت المفروض بتوضح بيه القيد او العملية المالية دي كانت عبارة عن ايه، عشان اللي بيراجع وراك يعرف العملية دي عبارة عن ايه لو في حاجة مش واضحة له في الطرف الداين او المدين. تمام. طيب يلا بينا نشوف المثال الرابع. المثال الرابع عندي بيقول: باعت الشركة بضاعة نقدا بمبلغ 6000 جنيه. طيب يلا بينا، مين اللي أخد؟ اللي أخد هنا
هي الشركة. طيب أخدت إيه؟ أخدت فلوس. طيب الفلوس دي كانت نقدا ولا بشيك؟ أخدتها نقدا، يبقى من حساب الصندوق أو الخزينة. طيب مين اللي أعطى؟ اللي أعطى هي البضاعة. طب هل ينفع أقول إلى حساب البضاعة؟ بالأسلوب اللي إحنا شغالين بيه ينفع، ولكن إحنا هنقول إلى حساب المبيعات. طب ليه قلت إلى حساب المبيعات؟ لاحظ هنا إن العملية المالية هي عبارة عن بيع بضاعة، يعني طالما بيع بضاعة يبقى مبيعات على طول. قدام شوية هنعرف المسميات الحسابية وليه أنا المفروض أقول على دي مبيعات ما أقولش بضاعة على طول. زي ما قلت لك إحنا بس بنفهم الطريقة اللي بيتكتب بيها القيد، سيبك من المسميات خالص. عايز تقول إيه حساب البضاعة مش مشكلة. طيب البيان بتاعي هيكون عبارة عن إيه؟ ممكن أقول بيع بضاعة بمبلغ 6000 جنيه. تمام. المثال الخامس، باعت الشركة بضاعة للعميل أحمد على الحساب بمبلغ 8000 جنيه. مين اللي أعطى؟ هنا هتقولي برضو إلى حساب البضاعة، لا أنا هقول إلى حساب المبيعات. وضحت كده الفكرة بتاعتها؟ إن دي عملية بيع فبنقول إلى حساب المبيعات. طيب مين الطرف بقى المدين؟ هتسأل نفسك مين اللي استفاد؟ اللي استفاد هو العميل أحمد، هو اللي أخد البضاعة، يبقى من حساب العميل أحمد إلى حساب المبيعات. والبيان بتاعي برضو هيكون بيع بضاعة للعميل أحمد مثلا. تمام. المثال السادس عندنا، قام صاحب الشركة بإيداع 50,000 جنيه كرأس مال نقدي. طيب ركز لي شوية في المثال ده، مين اللي أعطى؟ صاحب الشركة. طيب يبقى هنحطه في الطرف الدائن إلى حساب صاحب الشركة. طب مين المدين؟ هتقولي المدين هو اللي استفاد، هي الشركة اللي استفادت بالمبلغ، يبقى من حساب الشركة. طيب احنا اتفقنا ان احنا بنفصل الحسابات، يبقى بدل ما هنقول من حساب الشركة هنقول من حساب الخزينة، لأن المثال بيقولك إن هم اتحطوا كرأس مال نقدي. تمام. طب لو كان يعني لو ما قاليش كرأس مال نقدي، لو قالك مثلا كرأس مال في البنك الفلاني، يبقى هتقول من حساب البنك الفلاني. فهمت قصدي؟ طيب إلى حساب صاحب الشركة. طيب هو صاحب الشركة ده برضو عايزين نفصله، عايزين نشوف المبلغ اللي حطه ده كان عبارة عن إيه؟ مش كان عبارة عن راس مال؟ يبقى بدل ما هقول إلى حساب صاحب الشركة هقول إلى حساب رأس المال. يبقى القيد بتاعي من حساب الخزينة إلى حساب رأس المال. طيب يبقى البيان بتاعي هيكون عبارة عن إيداع مبلغ كرأس مال. تمام؟ طب يلا بينا نشوف المثال السابع. سددت الشركة إيجار المكتب بمبلغ 3000 جنيه نقدا. طيب مين اللي استفاد أو مين اللي أخد؟ اللي أخد هنا عندي هو الإيجار، يبقى هقول من حساب مصروف الإيجار. مين الطرف الدائن؟ مين اللي أعطى الفلوس دي؟ هي الشركة. أعطتها منين؟ من الخزينة، يبقى إلى حساب الخزينة. البيان بتاعي هيكون عبارة عن سداد الإيجار الشهري للمكتب. المثال الثامن معانا، اشترت الشركة جهاز كمبيوتر نقدا بمبلغ 15,000 جنيه. طيب هنا مين اللي استفاد؟ اللي استفاد هي الشركة. استفادت بإيه؟ بجهاز الكمبيوتر، يبقى من حساب جهاز الكمبيوتر إلى حساب إيه بقى؟ من الطرف الدائن اللي دفع الفلوس. الشركة هي اللي دفعت الفلوس ب15,000 جنيه، دفعتهم نقدا، يبقى إلى حساب الخزينة. فيما بعد إن شاء الله زي ما وضحت لك كده زي المشتريات والمبيعات، فيما بعد هنعرف جهاز الكمبيوتر ده هعتبره كأصل ولا هعتبره مصروف، الحاجات دي قدام شوية. المثال التاسع، سدد عميل جزء من مديونيته نقدا بقيمة 5000 جنيه. طيب هنا مين اللي أخد؟ مين اللي استفاد؟ هتقول لي الصندوق. الصندوق عندي زاد بقيمة 5000 جنيه أو الخزينة، يبقى من حساب الخزينة. طيب إلى حساب إيه؟ هنفكر مين اللي أعطى؟ العميل هو اللي أعطى، يبقى إلى حساب العميل، يبقى من حساب الصندوق إلى حساب العميل، أو من حساب الخزينة إلى حساب العميل. طيب البيان بتاعي عبارة عن إيه؟ سداد دفعة من حساب العميل. طيب المثال العاشر، سددت الشركة رواتب العاملين نقدا بقيمة 100,000 جنيه. طيب هنا مين اللي أخد؟ اللي أخد هي الرواتب، يبقى من حساب مصروف الرواتب. مين اللي أعطى؟ الشركة. أعطت بشكل نقدي ولا بشيك؟ أعطت بشكل نقدي، يبقى هنقول إلى حساب الخزينة، يبقى من حساب مصروف الرواتب إلى حساب الخزينة. طيب خلاصة الحلقة لو ركزت هتلاحظ إن الفكرة واحدة والطريقة واحدة، اللي بيختلف بس هو نوع العملية. طيب خلينا نروح لسؤال الحلقة. لو قلت لك إن اشترت الشركة بضاعة نقدا بمبلغ 12,000 جنيه، عايزك بقى تحللي القيد ده في الكومنتات. طيب الحلقات الجاية بقى هنشوف بقى أسماء الحسابات، ونشوف الأصول والالتزامات وحقوق الملكية، وبرضو أسلوبنا برضو هيعتمد على الفهم، مش هنحفظ أي حاجة. يعني هخليك برضو إن أنا منين ما أقول لك أي حساب حتى لو أنت ما تعرفوش هتعرف إن أنت تصنفه، تقول ده أصل، ده التزام، ده مصروف، ده إيراد.
الكلام ده كله إن شاء الله هنعرفه مع بعض في الحلقات الجاية. هنعرف برضو الحسابات الحقيقية والحسابات الوهمية أو الغير حقيقية، نعرف نفرق بينهم. الحلقات بقى الجاية إن شاء الله نحاول إن احنا نتعمق بقى شوية في المحاسبة. احنا بعد ما فهمنا يعني ايه مدين وداين وعرفنا نكتب القيود، عايزين بقى نشتغل زي المحاسبين. ولو الحلقة دي فادتك بأي معلومة، دوس لايك واكتب لي أي تعليق وفعل الجرس، وأشوفك على خير إن شاء الله في الدرس القادم.